السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، تعلمون أننا نقدم لكم محتوى كروي محمي بموجب حقوق الطبع والنشر، والمقاطع التي نقدمها لكم تتلقى الحظر باستمرار، لذا نرجو منكم أن تتفاعلوا بلايك للفيديو على الأقل، لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. رئيس الاتحاد القطري محمد بن جاسم يعلن عودة أبو تريكة إلى مصر في خبر مفاجئ، ويفاجئ النادي الأهلي وعن لسان الأستاذ الإعلامي أبو معطي زكي، ويؤكد بأن الداخلية المصرية لا تمانع. نشوف الأستاذ أبو معطي زكي ونرجع لموضوعنا. علمت أن كابتن محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ونجم منتخب مصر والمتواجد في قطر، واللي هو بقاله عدد من السنوات خرج من قطر وكان موضوعا على قائمة الإرهاب وما إلى ذلك. علمت أنه سوف يتم بدء اتخاذ إجراءات للأمور القانونية بما يؤدي إلى عودة محمد أبو تريكة خلال الآونة القليلة المقبلة. هذا الأمر معلومة من شخصيات مقربة من اللاعب المصري المقيم في قطر بأن خلاص في انفراجة قريبة بإذن الله تعالى بعودة محمد أبو تريكة إلى مصر خلال الآونة المقبلة، وان ده هيسعد الجميع وهيفرح الجميع وهيخلي الناس كلها مبسوطه وسعيده وفرحانه. وفي اطار حتى قالوا ان في شخصيات مهمه عادت الى مصر من خلال على المستوى السياسي، كانت لها خلافات سياسيه وكانت لها ازمات قانونيه، وعادوا الى مصر خلال الاونه الماضيه. وهناك وساطات من شخصيات قطرية رفيعة المستوى لعودة محمد أبو تريكة إلى مصر في المرحلة المقبلة، والمسألة هتاخد إجراءاتها والإجراءات هتاخد وقتها، وسيعود محمد أبو تريكة خلال أشهر قليلة إلى مصر كلاعب وكمواطن وكإنسان له كل الحقوق وعليه كل الواجبات زيه زي أي حد موجود. ده في إطار الحاجات اللي بتتخذها الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح مصالحات مع الجميع وتقليل الخلافات. وإن يعني رجع مثلا حد زي المهندس ممدوح حمزة الاستشاري الشهير رجع من بره، جنينة خرج، مش عارف ايه، صفوان ثابت خرج. ففي اجراءات بتتخذ بتقلل او بتتم شمل او يعني رؤية كده للم الشمل بين الجميع باذن الله تعالى بما فيه صالح مصر وصالح الدولة المصرية. وربنا يوفق باذن الله تعالى. محمد ابو تريكة هياخد اجراءات قانونية من خلال محاميه، وسيعود الاجراءات دي هتاخد وقتها زي ما هتاخد وقتها، وسيعود محمد ابو تريكة الى مصر خلال اشهر قليله. البعض يتنبأ ان هو ممكن يبقى هنا مثلا على عيد الاضحى، بعد عيد الاضحى، يعني حسب الاجراءات اللي هيتخذها محاميه وحسب الامور اللي هياخدها محاميه باذن الله تعالى. محمد ابو تريكة نجم كبير ساهم في انتصارات النادي الاهلي وبطولاته، كما ساهم في انتصارات وبطولات منتخب مصر في العصر الذهبي مع الاسطوره كابتن حسن شحاته ومع زملائه. بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر وعودة العلاقات الطيبة بين مصر وقطر، فقد صرح رئيس الاتحاد القطري محمد بن جاسم وأدلى بتصريحات للإذاعة القطرية وقال: نحن تشاورنا مع القيادة المصرية حول إمكانية عودة محمد أبو تريكة إلى مصر من جديد، فأبو تريكة يتمنى العودة إلى مصر في أقرب وقت، ونحن نتوسط إلى الإدارة السياسية المصرية من أجل عودة أبو تريكة، وسوف تسمع عن خبر سعيد الأيام المقبلة بعودة أبو تريكة إلى مصر الحبيبة. فأبو تريكة أمير القلوب، أسعد المصريين جميعا من قبل، وهو دائما مساند إلى الدولة المصرية. أبو تريكة إنسان بمعنى الكلمة، ونحن لدينا اتصالات عديدة بهذا الشأن مع الإدارة المصرية.